مصر فينيكس، زيت تخليقي بأعلى مستويات الأداء العالمية، حماية فائقة لأجزاء المحرك، معتمد من مرسيدس بنز، أعلى جودة بأفضل سعر. مصر للبترول، دايما معاك. دايما معك. مصر ألترا ام اكس، أقوى زيوت محركات الديزل، مصنع بأحدث تكنولوجيا الإضافات لتوفير أقصى حماية للمحرك. يحقق متطلبات صانعي المحركات كاتربيلر، فولفو، مان، مرسيدس، رينو، وغيرها من أساطيل النقل والمعدات الثقيلة والزراعية. مصر ألترا ام اكس، زيت فائق الجودة مناسب لظروف التشغيل الشاق، يحمي ويطيل عمر المحرك وبأنسب سعر. مصر للبترول، دايما معاك. مصر للبترول، دايما معاك. مساء الخير أعزائي المشاهدين، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حق فين. في البداية أحب أفكركم بالمشكلة الحلقة اللي فاتت، وكانت عن الست فايزة اللي دخلت مستشفى القصر العيني علشان تعمل إشاعة لمتابعة حملها اللي في الشهر الثامن، وخرجت من القصر العيني مشوهة جسديا وفاقدة ضناها. وعلشان مفيش حد من المسؤولين تواصل معانا، نزل فريق اعداد البرنامج مع صاحبة المشكلة متجه الى مستشفى القصر العيني، وسألوا المسؤول هناك الأستاذة أماني سعد المدير الإداري، وكان الرد بمنتهى السهولة ان صاحبة المشكلة مشتكية في أكتر من جهة، وان المشكلة جات لهم رسمي، ووزير التعليم العالي ورئيس الجامعة وهم ردوا عليهم رسمي. ولما طلبنا منها الرد الرسمي قالت مش هينفع، احنا مستنيين رد المسؤولين علينا. وبعد كده اتوجه فريق الاعداد لمجلس رئاسة الوزراء، قالوا لنا روحوا وزارة التعليم العالي. ولما رحنا وزارة التعليم العالي ومع مدير مكتب الوزير ورجعنا للارشيف، وهناك كانت المفاجأة، المشكو في عدى عليه سنة، الشكوى عدت عليها سنة واتفرمت. بمعنى ان كل واحد فينا لما يقدم شكوى في اي جهة او مؤسسة لازم يتابعها، لانها بعد سنة بتتفرم وبيروح فيها الحق وصاحب الحق. المشكلة رد سيادته وقال لي لا، روحوا لرئيس جامعة القاهرة وقابلوه، وهو ده رد المسؤولين، هو ده الروتين اللي بتضيع فيه الحقوق. ودلوقتي اسمحوا لي اقدم لكم موضوع حلقة النهاردة واللي بتدور احداثه داخل وزارة الصحة، وقصتنا عن العلاج على نفقة الدولة. ومعانا ضيف حلقتنا النهارده الاستاذ محمد رمضان. اهلا بيك استاذ محمد. يا حضرتك. والد الطفل احمد. استاذ محمد، احمد ابنك عنده كام سنه؟ احمد عنده 4 سنوات دلوقتي. تمام. طيب احنا عايزين نعرف ايه مشكله احمد. في البدايه احمد طفل طبيعي 100% قبل تاريخ 2/1 اللي حصل فيه السخونيه بسبب نزله معويه كانت حصلت له، وزي طبيعه اي حد مصري رحت مستشفى تبارك العاديه بتاعت الاطفال. تمام. وادوني علاج ومضادات حيويه. قيس فجاه الولد تعب والحراره عليت، فرحنا بيه هناك. ما عرفوش يركبوا له كانيولا عشان يعلقوا له المحاليل، فكانش في قدامي. مستشفى تبارك ما عرفوش يركبوا للطفل كانيولا. وده بعد ساعة ونص لحد ما جيت من شغلي عشان اشوف الولد. لقيت الحالة صعبة جدا، الولد شبه فاقد للوعي. وخدت الولد وهم قالوا لي احنا مش هنقدر نعمل لك حاجة، لازم تروح لأقرب مستشفى حكومي. وكانت أقرب مستشفى حكومي هي كانت مدينة السلام. فرحت هناك ركبوا له الكانولا بكل سهوله وعلقوا له المحاليل، والولد بدا ان هو يتكلم معايا، ولكن كان بيترعش من شده السخونيه. والدكتوره هناك كتبت لي ادويه عاديه انتينال وادويه للجفاف، وروحت على هذا الاساس.
بعد ما روحت على طول وببدا ان انا ادي للولد الادويه بتاعته. كانت المفاجاه ان هو قافل سنانه، والدكاتره بعد كده قالوا لي ده كانت بدايه التشنج، وانا طبعا عشان ما عنديش خبره مع موضوع التشنج مفيش حد. احنا معانا صوره الطفل احمد قد ايه هو جميل وحسره الاب عليه، لكن ان شاء الله هنلاقي الحل. طبعا لما اديته الادويه وقفل سنانه حاولت مره التين، الثالثه كان الولد بياكل السرنجه وقفل عليها بسنانه. طب انت حضرتك عارف ان دي حاله تشنج ولا لا؟ لا لا، بس انا لما لقيت ابني بالشكل ده وعينيه شبه بتغرب ما كانش قدامي تفكير غير ان انا اشيله باقصى سرعه واتوجه للمستشفى مره تانية. ولما رحت للمستشفى الحقيقه يعني اتعاملوا هناك باعلى درجه من الحرفيه. مستشفى ايه حضرتك؟ مستشفى مدينه السلام، لان هي اقرب حاجه ليا. رجعت لها تاني. تمام. كان المنظر اقصى درجه من الحرفيه. ركبوا له كانت الكانولا لسه موجوده، الدكتوره قالت لي سيبها، ادوا له عقار اسمه الفاليوم عشان يخدر، وعرفوا على طول ان الولد ده حاله تشنج فلازم ياخد الفاليوم. خد الفاليوم يعني في اقل من 15 ثانيه او 20 ثانيه كان الولد ابتدى يهدى. لا هو مش بيهدى، هو بينام تماما تثبيط للتشنجات. وبدات الدكتوره تسالني اسئله ان الولد عندكم كلاب او قطط حد عضه وكذا كذا، زواج قرايب، فكانت الاجابات لا. فهي قالت لي ان شاء الله بعد ساعتين الولد هيكون كويس. قبل ما تتم الساعتين الولد دخل في التشنجات، طلبت مني تحاليل نسبه الكالسيوم في الدم. على ما رحت اعملها كان الولد دخل في تشنجات تاني، فالدكتوره طلبت مننا بعد المره الثالثه بقى، هو حصل له التشنجات 3 مرات وخد الفاليوم 3 مرات. 3 مرات. طلبت مننا ان احنا لازم نشوف اقرب مستشفى بعد ما نروح الحميات، لان كان التخمين او التوقع ان هو يكون عنده التهاب سحائي، فالمتخصص في الموضوع ده هو الحميات. فقالت لي لازم تجيب عربيه اسعاف بسرعه عشان تنقل الولد في اقرب مستشفى للعنايه المركزه، لان الولد فيه حاجه في المخ لازم الحميات تشوفه الاول، وبعد كده يروح يا اما الدمرداش يا اما القصر العيني مستشفى جامعي. تمام. فقمت بالاتصال بالعربيه الاسعاف اللي هي جات لي متاخره كالعاده. يعني جات لك بعد قد ايه تقريبا؟ يعني تقريبا بعد ساعه للاسف. طب والتمركز بتاع عربيه الاسعاف هل كان جنبك او بعيد؟ انا في الوضع ده ما كنتش بفكر غير اني عايز عربيه الاسعاف، عايز اي حد ينقذني. ايوه بس هنا في نقطه معلش عايزه اوضحها للساده المشاهدين، ان تاخير عربيه الاسعاف احيانا بنبقى احنا سبب فيها، بمعنى ان هي بتبقى ماشيه في طريقها وبيحصل عليها ازدحام غير عادي، يعني بدل ما نوسع لها الطريق علشان تاخد اتجاهها وتنقذ المريض، بل بالعكس احنا بنضايقها وبنحاول نزنق فيها على اساس ان احنا هنطلع معاها. يعني حركات تقريبا يعني مش مظبوطه بتتم مع عربيات الاسعاف احيانا. اتفضل كمل. ولما جات لي عربيه الاسعاف اتوجهنا على طول بدكتور من مدينه السلام، مستشفى مدينه السلام، دكتور محترم جدا، وفضل معايا لحد ما رحت المستشفى الحميات. وبالكشف عليه هناك في الطوارئ قالوا ان دي حاله، لا دي مش تبعنا، ده مش التهاب سحائي، رغم ان هم ما عملوش فحوصات. انا ما اعرفش هل بيبقى ليه اعراض. يعني كشف عليه الدكتور وقال لك لا ده مش تبعنا ولا ما كشفش اساسا؟ لا هو بص عليه كده، ما كانش فيه فحوصات ولا اي حاجه. بس ما فيش كشف، ما فيش اي حاجه. طبعا انا ما اعرفش هل في حاجات تبقى واضحه ان ده التهاب سحائي او لا، انا مش دكتور فما اقدرش. ممكن يكون دي هم ادرى بيها يعني. فكل اللي هم عملوه قالوا لي ان انت لازم تروح للدمرداش اقرب بسرعه عشان تلحق الولد، لان واضح ان في حاجه في المخ فعلا. كل اللي عملوه في الحميات لحد ما انا اروح للدمرداش او لاقرب رعايه مركزه، ان هم حطوا للولد اللي هو حطوه على مونيتور يتابع الهارت ريت والحاجات دي، ونزلوا له الحراره، علقوا له عقار اسمه برفنجان عشان ينزلوا له الحراره وكمادات. تمام. كانت النقطه هنا ان انا ادور على، ودي برضو من المصاعب اللي قابلتها في البدايه، ان انا الاقي مكان في رعايه مركزه. اتصلت ب 137 اللي فضلت معاها لحد ده رقم المختص بتواجد مكان في العنايه المركزه بالزبط. عندنا في القاهره او في مصر. بالظبط، ده في مصر. اتصلت بيهم، وكانت المفاجاه ان هم فضلوا معايا على التليفون لحد الفجر وما كانش فيه مكان. يعني قد ايه وقت تقريبا من ساعه اتصال حضرتك لحد ما توفر مكان لاحمد؟ يعني حضرتك ممكن من الساعه 7 لحد 5 الفجر. من 7 مساء ل 5 الفجر.
وانا بتصل بيهم، هم بيردوا بكل ادب واحترام، بس للاسف انا عايز انقذ انا ابني. مشكورين للادب والاحترام، احنا عايزين رد فعل عشان نلحق الطفل بالظبط، في انقاذ العنايه المركزه، انقاذ الطفل في حاله تمام. قمه الحرج. تمام. قمه الحرج. تمام. فطبعا بالاتصالات والعلاقات مع كل اصدقائي اللي موجودين حواليا، لان كل الناس بقت حواليا لان الولد شبه بيموت، فكانت النتيجه اتصال، وكان في مكان في الدمرداش بناء عن اتصال. طيب بالجهود محمد، الذاتيه. احنا دلوقتي معانا على الشاشه صوره التقرير الطبي داخل المستشفى الدمرداش، شوف مع بعض. اتفضل يا استاذ محمد. اتفضل. ولما دخلت الدمرداش دخلت بالولد بالترولي بتاع العربيه الاسعاف، عشان ما كانش فيه مكان في المكان في الطوارئ، ففضلت بالولد على الترولي بتاع الاسعاف لحد ما يلاقوا له مكان في العنايه، في الطوارئ، في مش الطوارئ في العنايه كمان. عشان يحطوه على مونيتور ويتابعوه وينزلوا له حراره. سحب كل اللي عملوه ان هم في البدايه سحبوا عينات دم، صوره دم وسي ار بي والحاجات اللي هي الروتينيه اللي انا عرفتها بعد كده. ايوه. ورحت عشان افحصها في المستشفى الرئيسي او المعامل الرئيسيه في مستشفى الباطنه في مستشفى الدمرداش. هي مستشفى الدمرداش مجموعه مستشفيات، فهم وجهوني ان انا اخد عينات التحاليل اعملها. ولما رجعت قالوا لي ان في عينه اسمها CSF اللي هي سحب النخاع من الظهر. وفضلت من الساعه 9 مثلا لحد الساعه 3 الفجر بطلب امتى يا جماعه هتعملوا للولد العينه عشان يدخل العنايه المركزه، لان هم قالوا لي ان هو مش هينفع يدخل العنايه المركزه غير لما ياخدوا منه العينه. طب يا جماعه العينه متاخره ليه؟ قالوا لي عشان غرفه التعقيم بنعقمها. تمام. فاخر فكانت النتيجه ان الولد اتسحبت منه العينه بتاعت CSF الساعه 3 الفجر، وفضلنا في الطوارئ لحد تاني يوم الساعه 10 الصبح. تمام. اللي هو يوم 3/1 لحد ما جه مدير المستشفى مشكورا دكتور محمود طارق وادى تعليماته ان الولد ده لازم يدخل حالا دلوقتي رعايه المركزه، يوفروا له مكان في الرعايه المركزه حالا فورا. تمام. الولد دخل الرعايه المركزه الساعه 10:30 صباحا يوم 3/1 اللي هي الرعايه المركزه. عايز اقول ان هي مكان ملاصق للحجره بتاعه الطوارئ، هو باب خلفي لباب الطوارئ في نفس المنطقه، يعني مش في منطقه منعزله زي ما احنا فاهمين ان الرعايه المركزه بتبقى منطقه شويه حساسه ما ينفعش يكون يتنقل لها عدوى، بيكون ليها مواصفات خاصه زي ما معروف. فلكن المفاجاه ان هو كان باب بفتح الباب بتاع الطوارئ بدخل على الرعايه المركزه. وفي اول يوم دخلت ان انا ازور الولد لقيت على وشه دبانه للاسف في المكان، وده بطبيعه الحال لان الطوارئ ملاصقه. معلش انا اسفه، لقيت في ايه الرعايه المركزه فيها حضرتك؟ دبان في الرعايه المركزه اللي اسمها بيدل على نظافتها ومكانها قد ايه يبقى معقم. بالظبط. تمام. وعملت ايه بقى في موضوع الدبان؟ ما كانش فيه قدامي غير اني اجيب ناموسيه من الناموسيه اللي هي بتاعه الاطفال دي عشان احطها على الولد بدل ما يجي عليه الدبان وينقل له عدوى. هو اصلا يعني انا مش عارف هو عنده ايه، هو متخدر. هم كل اللي اتعمل في البدايه ان هو الولد اتخدر وبداوا يعملوا الفحوصات هناك. يعني حضرتك جبت ناموسيه علشان ابنك ما يتعرضش لمرض تاني من الرعايه المركزه. بالظبط. يعني كل مريض يدخل معاه الناموسيه بتاعته بعد كده. فمن 3/1 حتى 6/1 تقريبا اتعمل الرنين الMRI والMRS والCSF والتحاليل وكل الفحوصات، وكانت النتيجه في النهايه ان ابني مصاب بفيروس التهاب فيروسي مناعي في المخ اللي هو بالانجليزي اختصار ادم. وطبعا الدكاتره عارفين يعني ايه ادم. وكانت النتيجه ان هو الولد بيدخل في تشنجات مستمره وارتفاع درجه الحراره اللي ادت الى اول حاجه ظهرت عليه ان الفك العلوي بتاع الاسنان اتكسرت من شده التشنجات. الاسنان اللي في الفك العلوي بتاعت الولد نشوف مع بعض. انا اسفه، نشوف التقرير الرسميه للرنين. ده رسم المخ. ايوه، ده تقرير رسم المخ اللي انت عملته. تمام، اتفضل. وكانت النتيجه ان هو الولد طول الوقت متخدر، وهو ده الحل ان هو يفضل متخدر. بدخل كل يوم بلاقي الولد متخدر، هو بيسحبوا منه تحاليل يوميه بشكل روتيني وانا بروح اعملها وبجيب النتيجه. حضرتك عايز تفهمني ان احمد طول الوقت متخدر؟ بيخدروه متخدر
يعني طول يومه نايم تقريبا، والا يتشنج ويموت. يا اما الف سلام عليك. اتفضل. لحين يوم 28/1 اتطلب مني زي ما بيطلب مني بشكل يومي ادويه بروح اجيبها من بره. أيوة. اتطلب مني عقار اسمه ديباكين، الديباكين IV، ديباكين وريد. فرحت للاقرب صيدليه اللي بجيب منها، فالدكتور قال لي اكيد في خطا في العلاج او في توصيف العلاج، لان العقار ده مش موجود في مصر بقاله 10 سنين. ولما رجعت للدكتور اللي كاتبه لي قال لي انا دكتور مش صيدلي. ثواني حضرتك، قال لك بقاله قد ايه الديباكين مش موجود في مصر؟ الديباكين IV اللي هو الوريد الأمبول مش موجود بقاله 10 سنين. مش موجود بقاله 10 سنين. طيب يعني انا عايزه اوجه سؤال للساده الدكاتره وشركات الادويه. معقوله مع مستوى العلم اللي انتوا فيه وعصر التكنولوجيا اللي احنا عايشين فيه مفيش طريقه تواصل بينكم تعرفوا بعض ايه الادويه اللي موجوده والادويه الغير موجوده في البلد؟ ده ما ينفعش خالص. اتفضل حضرتك. ولما رجعت للدكتور عشان اقول له يا فندم العقار ده مش موجود في مصر بقاله 10 سنين، طب في بديل ليه؟ قال لي انا مش صيدلي، انا دكتور، هو ده العلاج بتاع ابنك لازم توفره. فلما سالت كل الصيدليات وكل الناس اللي شغالين في الادويه قالوا ان هو ملوش بديل ومش موجود في مصر. بدات اعمل علاقات واتصالات وكل الناس اللي حواليا ينجدوني انا عايز العلاج ده، لان هم قالوا لي ان هو ده العلاج الوحيد اللي هيوقف التشنجات، ولما يوقف التشنجات هم يرفعوا الولد من على التخدير ونبدا نشوف الولد وصل لحد فين. يعني هو ده ميه المحياه بمعنى اصح لابني. فانا كنت بجري زي المجنون حتى لو هاخدها مشي لحد اي دوله اروح استنجد. اكيد ده ناق. لحد قعدت حوالي من 10 ل 12 يوم لحد العقار ما جالي عن طريق ناس فاعل خير جابهولي من بره من اوروبا، لان هو مش موجود في مصر. هو رافض ان انا اذكر اسمه لان انا ما اقدرش ان انا كنت اوصل وانا في الحاله دي وانا بموت اصلا في اليوم اكتر من 100 مره خوفا على ابني امتى هيجي الدور عليه يموت، لان الاطفال في العنايه المركزه كانت بتموت كل يوم بشكل يومي، ده بقى شكل طبيعي بالنسبه لي. فانا مستني الدور على ابني، فكان الاستريس عليا اكتر. اتفضل. فجالي العقار بتاع الديباكين يوم 8/2/2016 وبدأ الولد ان هو ياخده لمدة حوالي 12 ل 13 يوم. يعني تقريبا كان بياخده كل قد ايه الديباكين؟ الديباكين بياخده مرتين في اليوم. مرتين في اليوم؟ مرتين في اليوم. الجرعة مش متذكرها تحديدا، ولكن دي مش مهمة. ان هو وفعلا عمل نتيجة معاه، ابتدى الولد يفوق بعد 10 ايام. كانت النتيجة ان الولد فتح عينيه بس. ايوه. لكن مفيش حركه، مفيش كلام، مفيش اي حاجه. لما سالت الدكتور، انت حضرتك عايز تفهمني، انا عايز اعرف حاله احمد دلوقتي ايه، وصل لايه؟ هو حاليا دلوقتي الولد فاقد الابصار، فاقد الكلام، فاقد الحركه، عنده تيبس في العضلات. ده نتيجه برضو ان هو كان في العنايه المركزه طول الفتره الطويله دي ما بيتعملوش علاج طبيعي غير في اخر الفتره لما لقيت ان الولد المفاصل بتاعته اشكالها اتغيرت، وصل لوضع الجنين، ان العضلات اتيبست. يعني نقدر نقول ان احمد فقد الحواس تقريبا عنده يعني جميعا. طيب هو السمع بالنسبه له موجود؟ هي دي الحاسه الوحيده اللي موجود، وده احساسي كأب. ابني مدرك، ابني بيحس بيا، بيحس بصوتي، لكن هو مش قادر ان هو يعبر او يتكلم، ودي اراده ربنا. انا يعني الحمد لله على كل حال، وان شاء الله ربنا هيشفيه باذن الله ان شاء الله. اتفضل. ان شاء الله. ولما خد كمالك وان شاء الله الحمد لله الحمد لله. انا مؤمن بربنا ودي اراده ربنا، ولكن هو السؤال هنا الطريقه اللي تم التعامل بيها مع الولد، هل دي انسانيه او غير انسانيه؟ ان هو الولد العقار اللي هو يعتبر ميه المحياه بالنسبه له مش موجود في مصر، وانا لو ما كنتش قادر ولو ربنا ما كرمنيش بحد يوفره لي كان الولد كان حصل له ايه؟ انا يعني مش عارف. الحمد لله انك لقيت حد يقدر يجيب لك العقار بتاع احمد. بالظبط. طيب حضرتك ايه التحركات اللي انت عملتها او اتجهت لايه والفين علشان علاج ابنك؟ بعد ما خرجنا من الرعايه المركزه بتاريخ 26/3 بعد الفتره الطويله دي، فكان بالنسبه لي الدكاتره، كل الدكاتره اللي متابعين حاله ابني قالوا لي هو الحمد لله ان الولد سنه صغير، فده ليه فرصه ان هو يتعالج، بس للاسف العلاج بره مصر. العلاج بره مصر لان العلاج في مصر هو ادويه هتوقف التشنجات وعلاج طبيعي عشان نفك التيبس اللي حصل له. تمام. فقط لا غير. مفيش في مصر علاج لمثل هذه الحالات. العلاج في الخارج،
فبناء عليه طلبوا مني ان انا اروح الجهه المنوطه للعلاج بالخارج وهي المجالس الطبيه المتخصصه. تمام. قالوا لك ايه هناك في المجالس الطبيه المتخصصه؟ والله لما رحت هناك وقابلت رئيس المجالس الطبيه المتخصصه دكتور تامر حامد عبد السلام، أيوة. كان السؤال اول سؤال: انت عايز تسفر ابنك فين؟ قال لك عايز تسافر ابنك فين؟ حقيقي سؤال غريب. طيب هنشوف مع بعض التقارير المجالس الطبيه. وبعدين ايه اللي تم في المجالس الطبيه؟ انا عايز اقول التقارير دي ليها كواليس كبيره انا قمت بيها. التقرير ده قبل ما يطلع طلب مني ان انا اراسل المستشفيات والجامعات اللي انا عايز اعالج فيها ابني، وده بناء على مين اللي طلب من حضرتك كده؟ بناء على طلب رئيس المجالس الطبيه المتخصصه دكتور تامر ان انا اقوم بمراسله المستشفيات الدوليه. ثواني حضرتك، في المجالس الطبيه طلبوا منك انك انت تراسل الدولة اللي فيها علاج ابنك؟ بالظبط، عشان وده كان الغريب. طب وكان دورهم ايه؟ يعني طب انا عايز اعرف هم دورهم ايه؟ ما هو ده الغريب. انا طلبت حتى من الدكتور انا ازاي انا الايميل بتاعي عشان اراسل جهة، انا شخص عادي، لكن لو حضرتك المجالس الطبية المتخصصة ليها ايميل وخدت التقرير وراسلت بنفسها وفي الاخر الايميل بتاعها هيكون فيها .org.eg حاجة ليها معيارية، غير ما انا الميل بتاعي xyz@yahoo شخص عادي يعني مش جهة رسمية حكومية من دولة، اكيد كان هيبقى ليها صدى كبير. انا قعدت 12 ل 13 يوم عشان استلم التقارير الطبية من المستشفيات، من الصين، من تايلاند، من الهند، من المانيا. يعني حضرتك جبت فعلا من مستشفى بره مصر بموافقه العلاج، او هم في حالات مشابهه لاحمد تم علاجها بالفعل؟ ده بناء عن طلب المجالس الطبيه. تمام. هم برضو الغريب ان هو طلب مني ان انا اجيب من المستشفيات التكلفه واجيب. طب نشوف مع بعض المراسلات اللي جات له من الخارج. دي مستشفى في الصين. تايلاند. ايوه تايلاند. دي تايلاند. ايوه. فيها تفاصيل العلاج وتكاليفه ومده العلاج. دي مستشفى في الهند. تمام. طيب دي مستشفى في المانيا. وطبعا مستشفى بوخوا في الصين، دي من اشهر المستشفيات في العالم لعلاج مثل هذه الحالات ومشهوره عالميا وبتعالج بالخلايا الجذعيه. طيب بعد ما حضرتك جبت التقارير دي ورحت بيها تاني المجالس الطبيه، كان ردهم عليك ايه؟ كان ردهم ان هو بيدخلوني في مجالس في حاجه اسمها لجان طبيه، بقعد مع الدكتور بديله التقرير اللي انا تعبت عشان اجيبه، والنتيجه بستلمها بعديها بيوم بالرفض. اني المجالس الطبيه استلمت تقريرين بالظبط بالرفض، لان العلاج ده مش معترف بيه، الخلايا الجذعيه مش معترف بيها، مش معترف بيها في مصر. والتقرير النهائي اللي هو اخر واحد ان العلاج ده مش معترف بيه كمان، والحاله دي ليها علاج في مصر. طلبت منهم حددوا لي المكان اللي فيه العلاج في مصر. كان الرد يعني هم اكدوا لك ان حاله ابنك ليها علاج في مصر، بس سالتهم العلاج فين يا جماعه؟ طب ما هو اللي يقول لي فين ان في تمام. علاج، لما اقول لك في علاج اقول لك اتجه للحته الفلانيه ووجهني. تمام. قالوا لي احنا مش جهه مختصه ان احنا نوجهك. طب والجهه المختصه كانت فين؟ كانت التامين الصحي، بما ان الولد لسه تامين صحي ما قبل المدارس. وفي حاجه بس انا حابب اقولها، ان كان في تواصل من مكتب رئيس الوزراء من البدايه. يعني السيد رئيس الوزراء ومكتب السيد رئيس الوزراء كان متابع حالة أحمد من الأول، بناء عن تواصل من في الراديو في يوم، وكان دي شبه استجابة، وأنا كمان عملت شكوى في رئاسة الوزراء. يعني في عدة. طيب نشوف مع بعض تقرير التأمين الصحي. حالة الطفل أحمد محمد رمضان يعاني من ضمور حاد بالمخ نتيجة إصابة فيروس في المخ وتيبيس حاد بالعضلات وفقد الحركة تماما. تمام، اتفضل. فكل المقابلات اللي انا كنت بقوم بيها سواء للمجالس الطبيه او رئيس هيئه التامين الصحي او اي جهه بروحها، كان بيبقى في تواصل مع مكتب رئيس الوزراء، بيكونوا متابعين الموضوع وعارفين انا رايح اقابل مين وبالتنسيق معاهم. فلما رحت لنائب رئيس هيئه التامين الصحي دكتور محسن جورج، مشكورا هو اصدر التقرير ده بالموافقه من جهه التامين الصحي بعلاج الولد على نفقه الدوله. بس كانت الصدمه لما رحت المجالس الطبيه المتخصصه
وقضيت معاهم شهر كامل اللي هو كان شهر رمضان. قضيت معاهم شهر كامل ان انا اجيب تقارير من بره وبعدين ابعتها لهم ويتم الرفض، ثم استلم تقارير تانية ويتم الرفض وهكذا. فكانت في النهايه ان في حد من هناك موظفه بتنصحني. طيب يا فندم، انا عايز اسال سؤال في التامين الصحي. اتجهت لفين؟ يعني ايه المستشفى اللي خلوك تتجه اليها علشان ابنك يعمل علاج طبيعي؟ التأمين الصحي والدكتور محسن جورج وجهني الدكتور عصام عبد الفتاح، ده مدير إدارة العلاج الطبيعي. وأنا مش عارف أقول إيه، يعني هو الراجل وجهني لمكتب الصحة اسمه عثمان بن عفان في مدينة السلام، وكان بيصور لي إن هو يعني حاجة من الخيال، ده أحدث تكنولوجيا وإن أنا هلاقي فيه علاج يعني ذو قيمة. ولما رحت هناك كانت الصدمة ان انا لقيت هناك 2 دكاترة في مكان فقير جدا. انا اتمنى ان وزير الصحة يبعت حد يشوف هناك المكان. في اطفال من 20 ل 25 طفل، حالات مشابهة ومختلفة بامراض مختلفة، وانا ابني مرضه مناعي والمناعة متأثرة وحرارته بتعلى وما ينفعش ان هو يعني انت حضرتك لقيت المكان غير لائق تماما. وابني بناء عن طلب الدكاتره بتوع العلاج الطبيعي ان هو يحتاج 5 جلسات علاج طبيعي كل يوم، جلسه ساعه. ولما سالت الدكتوره المختصه هناك قالت لي اقصى مده ممكن نقضيها مع الولد هي 10 دقائق. فحد يحط نفسه مكاني ان انا ابني مرضه مناعي ودرجه الحراره بتاعته بتعلى، واروح انقل له عدوى في اول مره عشان ياخد جلسه 10 دقائق، وهو ده اللي بتقدمه لي التامين الصحي وهيئه المجالس الطبيه المتخصصه ووزاره الصحه، كل الجهات والهيئات، ان ابني هيموت من اول جلسه. طب استاذ محمد، انت حضرتك يعني الموضوع بتاع احمد ده نشرته في جرايد؟ الموضوع اتجهت بيه اعلاميا في مكان؟ نشرته في اليوم السابع، في جريده الاخبار، في جريده الجمهوريه، في جريده صدى البلد. وايه اللي تم يا استاذ محمد؟ مفيش حد استجاب ليا غير في الاخر خالص نائب وزير الصحه اتصل بيا وعرضت عليه الموضوع وقال لي هيبقى فيه تدخل سريع، وما سمعتش صوته تاني. يعني انت كده حضرتك بتاكد لي ان الموضوع ان في الجرايد انها مجرد حبر على ورق، وان الاعلام عندنا في الهوا والمسؤولين لا حياه لمن تنادي. طيب اخر يعني لقائنا، اسال حضرتك تحب تناشد حد من خلال برنامجنا على الهوا؟ ليك رسالة عايز توصلها من خلال برنامجنا؟ أكيد. اتفضل. أكيد. طبعا بعد كل الرحلة دي من العناء مع المستشفى الحكومي، وبعد كده ان انا اروح لجميع الهيئات المنوطة ان هي تساعدني ان انا اعالج ابني الوحيد على نفقة الدولة، احب اوجه رسالتي الى رئيس الجمهورية، اللي انا بعت جواب بخط ايديا لسيادتك، وانا متاكد تماما ان هو ما وصلش لحضرتك، لان لو هو وصل لحضرتك كان ابني دلوقتي بيتعالج بره، عشان انا عارف ان حضرتك اب لكل المصريين، وفي الاخر هتعتبره ان هو حفيد من احفادك. فانا بوجه من خلال البرنامج المحترم مره تانية رساله لحضرتك بالتدخل السريع لحاله ابني ان هو يتعالج على نفقه الدوله. وانا حابب اقول ان انا مواطن مصري عادي ماليش اي اتجاهات. استاذ محمد، العلاج على نفقه الدوله لا يلتزم باي اتجاهات، ده حق كل مواطن في البلد. اتمنى ان انا اوصل له، وعشان كده بوجه رسالتي لرئيس الجمهوريه وبقول لحضرتك، انا لما قناه السويس حضرتك طلبت مننا ان احنا نتوجه، كنت اول واحد واقف عشان اتبرع بكل ما املك عشان مستقبل ابني. دي شهاده قناه السويس؟ دي تبرع او مساهمه او مصري عايز بلده تتقدم، وكان حابب ان مستقبل ابنه اللي هو دلوقتي بيطلب العلاج على نفقه الدوله اللي هي مصر، كان بيتمنى ان مستقبل ابنه يكون افضل. فانا دلوقتي بطلب حاجه ثانيه، ان ابني يتعالج على نفقه الدوله، وانا متاكد تماما ان هيكون في استجابه وتدخل سريع من سياده الرئيس. اتمنى ان ابني يتعالج. استاذ محمد، ده حق احمد على الدوله انه هيتعالج ان شاء الله على حساب الدوله. الغريبه ان والد احمد قدر يوصل للمسؤولين وجاب امضاءات
ومكتب رئيس الوزراء كان متابع ومفيش حاجة تمت، وأحمد ما اتعالجش. طيب والغلبان اللي ما يقدرش يخبط على باب مسؤول ايه اللي يحصل له؟ يموت؟ طيب ايه الحل؟ هنسكت؟ لا مش هنسكت، واتمنى ان وزارة الصحة تشد الرقابة شوية. وعايزة اقول لها يا وزارة الصحة انتوا عدمتونا الصحة. وبعد ما سمعنا مشكلة حلقتنا النهاردة، عايزة اقول لكم ان كل مشاكلنا بتتلخص في كلمة واحدة، هي الضمير. يا سادة لو مات الضمير ماتت الرحمة في قلوبنا. على قد ما مشاكلنا بتوجعنا، على قد ما بنشوف خير في بعض الناس فينا، زي موظف المجالس الطبية اللي توجه له الأستاذ محمد في مستشفى العجوزة، وزي الدكاترة في مستشفى العجوزة مشكورين اهتموا بحالة الطفل أحمد، وزي ما مكتب الوزير تابع مشكلة أحمد في كل المراحل. لكن السؤال هنا ايه النتيجة؟ أحمد مش عارف يتعالج والسبب امضة مسؤول. وفي نهاية حلقتنا نواجه كلمتنا لرئيسنا: يا ريس مفيش حد من المسؤولين عايز ياخد قرار، والقصة مش علاج أحمد وبس، لا في كتير غير أحمد صوتهم مش واصل لنا وعلاجهم أبسط حقوقهم، والإهمال فساد واضح بين إيدينا، وإحنا أملنا في الله ثم في سيادتك سيادة الرئيس. وأشوفكم الحلقة الجاية إن شاء الله، وشكرا. مصر فينيكس، زيت تخليقي بأعلى مستويات الأداء العالمية، حماية فائقة لأجزاء المحرك، معتمد من مرسيدس بنز، أعلى جودة بأفضل سعر. مصر للبترول، دايما معاك. دايما معاك. مصر للبترول دايما معاك. مصر ألترا ام اكس، أقوى زيوت محركات الديزل، مصنع بأحدث تكنولوجيا الإضافات لتوفير أقصى حماية للمحرك. يحقق متطلبات صانعي المحركات كاتربيلر، فولفو، مان، مرسيدس، رينو وغيرها من أساطيل النقل والمعدات الثقيلة والزراعية. مصر ألترا ام اكس، زيت فائق الجودة مناسب لظروف التشغيل الشاق، يحمي ويطيل عمر المحرك وبأنسب سعر. مصر للبترول دايما معاك.